نبداو مع الطلبه بالقضيه ديال التسجيل. كيفاش كتسجل انت كطالب تابع، اما طالب في المدارس العليا ولا طالب في الجامعات ولا طالب في الكليه، او لا الطلبه ايضا ديال التعليم العتيق اللي تابع لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وايضا المتدربين ديال المعاهد الخاصه ولا ديال التكوين المهني، المعاهد الخاصه المرخص لها. هاد المجموعه ديال الطلبه وديال المتدربين كيكون عندهم الحق في التغطيه الصحيه ديال الطلبه مع شروط اخرى احنا غادي نحاولوا نذكروا. ثلاثه شروط مهمه باش تقدر تسجل في هذا وتكون عندك الحق في التغطيه الصحيه. اولا خاصك تكون مسجل في واحده من هذه المؤسسات اللي قلنا، راه كاين واحد المجموعه ديال المؤسسات حتى نبارطاجيها معكم من بعد. ثم خاصك تكون ما فايتش 30 عام، الا واحد الفئه اللي هما طلبه التعليم العتيق، هذوك اللي تابعين لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، اللي كيكون كيتابع الدراسه ديالو في الطور النهائي. هذيك الساعه راه خيفوا 30 عام ماشي اشكال، عنده الحق. ثم تكون ما كتستافدش من شي تغطيه صحيه، واخا هذه النقطه هذه اشكاليه، ولكن غير اون بغيف تكون يعني ماشي الوالد ديالك او الام